السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نهضر معاكم على واحد الفكرة اللي ديما كترجع ليا في الحياة ديالي، وعلى حساب هذه الفكرة كان أقدر نفهم بزاف ديال الحوايج اللي وقعات ليا وقدروا يوقعوا لأي واحد باغي يدير شي حاجة في المستقبل. الناس كاملين كيشوفوا النجاح على أنه شي حاجة كتجي مرة واحدة، ولا كتجي بزربة، ولا كيقولوا ليك غير خاصك تكون شاطر وغتوصل. ولكن الواقع كتير من هذا الشيء وبزاف. أنا كنشوف الطريق ديال التجارة والعمل والحياة كاملة بحال واحد السلم طويل، واحد السلم اللي فيه بزاف ديال الدروج، وهذه الدروج ماشي بحال كل درجة فيهم كتحتاج جهد ووقت وصبر ومحنه وشحالة من حاجة اللي كتستهلك من الطاقة ديال الإنسان إلا وقف قدام هذا السلم كيجيه كبير بزاف، وكيجيه صعيب، وكيبان ليه بلي خاصه يطلع بواحد النفس طويل، وبهذاك الصبر اللي كيخلي الواحد يكمل غير بشوية بشوية. وهذا الفكرة كنحس بيها من صغري، من اللي كنت كنشوف كبار مني كيخدموا وكيطلعوا بشوية ديال الخطوات، وكنت كنقول علاش ما كنقزوش ونطلعوا الفوق مرة واحدة. ولكن ملي كبرت وفهمت الحياة مزيان عرفت علاش. حيث السلم ماشي معمر غير بالمراحل السهلة، كاينين درجات اللي كتبكيك، ودرجات اللي كتفرحك، ودرجات اللي كتعلمك، ودرجات اللي كتطيحك أرضا وتبقى واقف تتسنى القوة ترجع ليك. وهنا كانوليو نفهموا بلي النجاح راها ماشي سباق ديال الجري. النجاح راهو تسلق جبل، وتسلق الجبل ما كيجيش بواحد القفزة، كيجي خطوة خطوة. أنا في الحياة ديالي ديما كان آمن بفكرة بلي خاص الإنسان يطلع درج بعد درج، ماشي ينقز من التحت للفوق بحال واحد القفزة اللي ما فيها لا تركيز لا أساس. حيث إلا طلعك شي واحد بزيادة، ولا عطاك شي منصب ماشي ديالك، ولا ركبتي على شي فلوس لي ماشي ديالك، ولا درتي شي طريق مختصرة يمكن تفرح شوية، ولكن مني كتسالي هذه الفرحة كتلقى راسك فمستوى عمرك ما وصلتي ليه بعرق جبينك. وهذا شي كيجي معاه مشاكل اللي صعيب تهرب منهم. كاينين الناس كيمشيو في الحياة بمنطق الصبر والمهل، كيخدموا نهار على نهار يجمعوا راس مال شوية بشوية، كيبدلوا مشاريع غير بشوية بلا ما يطيحوا راسهم في المخاطر الكبيرة. وكاينين ناس خرين كيمشيو منطق آخر، اللي هو نقز نقز نقز، كيقول ليك ما عندي صبر خاصني نباني دابا خاصني نبان، فالمستوى اللي كيبان فيه فلان وفلان. وهنا المشكل الكبير، حيث السلم اللي كنهضروا عليه كيحتاج جهد وعمر وراحة نفسية. كل درجه فيها تعرق وتعب، كل درجه فيها تعلم. ربما كتدوز شهور كتتعلم غير خدمة صغيرة باش تقدر توصل للدرجة اللي من بعدها. شي مرات كتدوز السنين كتقاتل على شي فكرة باش تنجحها، وفي الآخر كتلقى راسك ما وصلتيش لحيث كنت باغي، ولكن تعلمتي من الطريق ما يكفي باش تبدا من جديد. أما إلا كنتو كتسلق السلم بواحد الطريق اللي ماشي طبيعية، بحال اللي كيكون معولين على الدين اللي مغاديش يقدروا يخلصوه، ولا على شكايات ولا كريديات ولا طرق ساهلة باش يبان فلوس بلا تعب، فهنا كتكون البداية ديال الطيحيات القاصحة في الحياة. لأنك كتكون وصلت لفوق بلا أساس ماشي بعرقك، ومن اللي كتطيح على الأرض دفعة وحده. مثلا إلا كنت طالع درج بدرج وفشلت فشي درجه معينة، غالبا كتطيح درجة وحدة لتحت، وكتقدر ترجع تجمع القوة وترجع تعاود وتطلع. ولكن ملي كتقز من التحت للفوق بلا ترتيب وكتوصل لدرجة ماشي ديالك وكتطيح من تم راك كتطيح، فالسفلى كتطيح الطيحو كتكسر العظم كتوجع القلب، كتخلي النفس ما قاداش تبدا من جديد. وكاين واحد النوع ديال الطيحيات اللي كتخلي الإنسان يعيش معاق فكريا، حيث كيولي ما عنده ثقة في راسه، ما يعرف منين يبدأ، كيولي كيعيش دايم فخوف ودايم فتوتر. وهذا الشيء علاش كنقول للشباب والناس كاملين اللي باغيين يطلقوا مشاريع ديالهم، سيروا بشوية. البداية ما كتحتاج قفزات، كتحتاج عقل وقلب وصبر. ماشي ضروري تحقق النجاح السريع، المهم هو تبني الأساس الصحيح. لأن الإنسان
إلا بندار ديالو على أساس خاوي أول ريح كطيحة، وأول مشكلة كتخليه يرجع للصفر. وهنا كنرجع لفكرة السلم اللي قلت لكم. الدرجات ماشي غير خشبات كتجمعوا بيهم، السلم هادو تجارب حياتية. كل درجة هي درس، كل درجة هي قصة، كل درجة هي واحد المرحلة اللي كتخليك تنضج وتكبر وتتعلم. وهذه الدروس هم اللي كيعطيوا قيمة للإنسان، حيث النجاح بلا تجربة كيبقى نجاح ناقص، والفلوس بلا معرفة كيبقاو فلوس ما كتدومش، والمشروع بلا أساس كيبقى مشروع قابل للسقوط في أي لحظة. كاينين بزاف ناس كيبانوا ليا كيسولوا كيفاش ننجحوا، كيفاش نديروا الفلوس، كيفاش نكبر المشروع ديالي، كيفاش ندير داكشي اللي دايرين فلان وفلان. وكان جاوب ديما بنفس المبدأ: السلم. السلم طويل ولكن ماشي مستحيل، خاص غير شوية ديال النفس وشوية ديال الإرادة وشوية ديال الإيمان براسك. وحاجة مهمة بزاف هي ما تستعجلش، حيث الاستعجال كيعميك على الطريق الصحيحة، والطريق القصيرة مرات كتكون هي الأخطر. ملي كنهضر مع الشباب اللي تايهين وما عارفين منين يبداو، كنقول ليهم بداو بدرجة بسيطة، تعلم حاجة، خدم عليها، كبرها، ومن بعد زيد. ماشي ضروري تبان دابة، المهم تبان ملي تكون مستعد. واحد النهار كنت كنسمع واحد السيد كبير فالسن كيقول كلام زوين. قال لي: الحياة بحال واحد الغرسة، يلا غرستيها اليوم ما غتطيبش معاكي غدا، خاصها صبر، خاصها شتاء وصيف، خاصها الماء والتراب والوقت، ولكن مني كتطيب كتولي كتفرحك. وكذلك النجاح. وحتى مني كنشوف تجارب ديال الناس اللي وصلوا في الحياة، كنلقى إنهم ما وصلوش بقفزات، وصلوا بعرق، وصلوا بليل بلا نعاس، وصلوا بدموع، وصلوا بسنين. حيث الطريق اللي كتجي بالساهل كتغدرك نهار، ولكن الطريقة اللي كتجي بصعوبة كتسمى قيمته، كتسمى تجربة، كتسمى معدن قوي. دابا نخليكم مع واحد الحقيقة اللي أي واحد خاصه يعرفها: ما كاين نجاح بلا سقوط، وما كاين طلوع بلا هبوط، وما كاين قوة بلا ضعيف مرة. ولكن الفرق بين الناس اللي كتنجح وبين الناس اللي كتفشل هو النفس. هو النفس الطويل، هو اللي كيخلي الواحد يتحمل، يتقبل، يتعلم ويرجع يكمل. وفي الأخير بغيتي نقول للشباب كاملين: اللي عنده حلم حافظ عليه، واللي عنده هدف طلع عليه درجه بدرجه، واللي كيحاول ينقز من التحت للفوق غير باش يبان غادي يطيح طيحة كتقصيه.